السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في قناة اخوكم رجاء فلسطيني. اليوم ان شاء الله غادي ندويو على اخر الاخبار نادي الرجاء الرياضي والميركاتو واشنو كاين في الفريق واخر مستجدات والميركاتو واللاعبين الجدد. قبل ما نبداو الصلاة والسلام على رسول الله، نخليكم مع لانت. اعلن النادي في الباج اوفيسيال ديالو على الفيسبوك والانستغرام انه غادي يخصص مبلغ مادي مريح للاداره الرياضيه اللي يقدروا يجيبوا به لاعبين ممتازين في هذا الميركاتو الصيفي. ومعها سياسه التشبيب اللي غادي الفريق يدمج بها لاعبين صغار اقل من 21 سنه من الفريق الرديف النادي اللي غادي نعولوا عليه من هنا لواحد 10 سنين الجايه او تقريبا او لو بنفس التشكيله الا ما كان فيها حتى شي مشكل. يعني التشكيله ما تبقاش تكون فيها تغييرات كتار، ما نشوفوش الفريق كيتغير كل سنه لاعبين جدد. غادي نبقاو نشوفوا كل عام نفس اللاعبين ولاعبين من مستوى عالي بتكوين عالي. فاما ابرز المغادرين في نادي الرجاء الرياضي حاليا، من بعد ما مشى صابر بوغرين كيتبعوا عبد الله خفيفي اللي كان مشكل مادي مع المكتب المديري ديال نادي الرجاء الرياضي، وحتى الاداره الرياضيه ما كانتش مقتنعه به، فرفضوا انهم يجدوا معاه الموسم المقبل. وفيما هو مشى على ما اظن للمغرب الفاسي، فيما اللي غادي نتبعوه بالاضافه لعثمان ساخو ومعمور ايوب على طاولة المغادرين، وكذلك بدر بانون اللي كذلك اللاعب اللي ما مقتنعش بالاداره الرياضيه وغالبا غادي يمشي من الفريق في هذا الميركاتو الصيفي. فيما الميركاتو في السريه تامه، اللاعبين اللي غادي يجيو الرجاء في السريه تامه حاليا حتى شي واحد ما عارف شنو كاين. فيما هذوك لي باج اللي كيخرجوا كيقولوا بانه راه هذا وهذا اللي غادي نجيو الرجاء، فراه ما كاين حتى شي لاعب حاليا جا الرجاء. صراحه الرجاء سد الروبينيات على السمساره، ما كاين حتى شي سمساره كيدوي بالرجاء حاليا. الرجاء غدا في الطريق الصحيح ان شاء الله وغادي يكون غير الخير. هنا كنوصلوا لنهايه الفيديو الاخوان، ما تنسوش لايك والاشتراك في القناه، وما تنسوش تشاركونا الاراء في التعاليق، وشكرا.